السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأكل اللي بناكله كل يوم ممكن يكون فيه حاجات عمرك ما كنت تتخيلها. تعال نكشف 10 حقائق صادمة عن الأكل الجاهز. بس قبل ما نبدأ أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. الشيبسي مش مجرد بطاطس، دي فيها مادة اسمها أكريلاميد، وهي مادة كيميائية قد تكون مسرطنة عند البشر. العصائر الجاهزة اللي بنشربها ونشتريها من السوبر ماركت ما فيهاش أي ألياف. الألياف دي مهمة جدا لصحة الأمعاء، وكمان فيها كمية سكر قد تكون قد علبة الكنز نفسها. اللبان الخالي من السكر فيه مادة اسمها اكسيليتول، دي ممكن تموت الكلاب لو أكلوا منها. وكمان المواد اللي بتحلل اللبان ده ممكن تسبب إسهال وتهيج القولون العصبي. العسل اللي بيتباع رخيص في بعض الأماكن بيعملوه من خلال معالجة السكر أو شراب الذرة، وبيحتويش على الإنزيمات الطبيعية أو الفيتامينات أو المعادن اللي في العسل الطبيعي. الكاتشب اللي بنحطه على الأكل أصله زمان كان دواء للهضم، النهاردة بيحطوا عليه سكر كتير وصوديوم اللي ممكن يرفع الضغط ويسبب أمراض القلب. اللحوم المصنعة زي السوسيس واللانشون ممكن تسبب السرطان زي ما منظمة الصحة العالمية صنفتها، لأن فيها كميات كبيرة من الملح والدهون المشبعة اللي هي الدهون الضارة، وبعض المواد المسرطنة زي مادة النتريت اللي بتتحول جوه الجسم إلى مادة اسمها النيتروزامين، ودي مادة مسرطنة. الخبز الأسمر، مش كل خبز أسمر صحي. ساعات الشركات بيلونوا الخبز الأبيض بالكراميل عشان يبقى لونه بني. الشوكولاتة اللي بناكلها، حبوب الكاكاو اللي فيها ساعات بتتخزن مع الحشرات وبعدين بينضفوها في المصانع. المايونيز اللي بنشتريه عبارة عن زيت وسكر ومواد حافظة، يعني سعرات حرارية على الفاضي. الأكلات الجاهزة، أخطر حاجة هي الأكلات الجاهزة، لأنها مليانة ملح وسكر ودهون ومواد حافظة ونكهات طعم ورائحة عشان تضحك على مخك وتخليك تاكل كتير، وبالتالي ده هيؤدي إلى السمنة وخطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطانات. في صناعة الأكل الجاهز بيتم تغيير تركيبة وحالة الأكل الطبيعي بإضافة مواد كيماوية، فخد بالك هذا النوع من الأكل قد يكون ضار جدا بالصحة. وفي الآخر قول لنا في الكومنتات إيه أكتر حاجة صدمتك في اللي أنت سمعته، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك المزيد من الحقائق. السلام عليكم.